البنات اللي كيعانيو من تساقط الشعر وحتى وصفه ما كتعطيهم نتيجه، سجلي عندك هاد الاعشاب وسيري عند اقرب عطار وتقضي هاد الاعشاب كاملين. غادي نشارك معك طريقه اللي تخلي شعرك ما ينشفش نهائيا. اغلبيه البنات ما كيزعموش على الحنه حيت كتنشف الشعر. غنبارطاجي معكم واحد الطريقه اللي تخلي شعرك ما ينشفش وينبت من الجذور ويطول بواحد السرعه. هادو هما الاعشاب: القرنفل والعرعار، الازير، الحلبه والريحانه، السدر، الورد، الخزامه والشيح. والحنه كتكون مطحونه على اليد، الحنه طبيعيه ما تاخديش ديال الباكيه. هذه راه كتباع حنه اوراق كطحنيها على يديك، كتكون في السواق عند العطاره. ضروري تكون عندهم هذيك لا ماشين الكبيره اللي كطحن الحنه وداك الشيء. من الاحسن تكون طبيعيه. واهم حاجه في هذه الوصفه هي الزيت. الزيت ما كنخلطوش مع الوصفه. انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش ديروا ليها دابا في هذا الفيديو. غنشارك معكم داكشي اللي خصكم تقداو هاد الاعشاب وهاد الحنه والزيت اللي خصكم تستعملوا. الفيديو جاي غادي نشوفوا معايا الطريقه كامله من الاول حتى الاخر، من اللي غنديرها لشعري حتى نغسلها. دابا غتمشي عند اقرب عطار وغادي تاخدي هاد الاعشاب اللي قلت لك. هاد الزيت هذا البنات، هذا الزيت صايبته عند العطار. راه كاع العطاره عندهم هذيك لا ماشين اللي كتقطر الزيت. هذا الزيت مقطر فيه بزاف ديال الاعشاب: الزنجله، الحبه السوداء، زريعه البصله، الازير، الزعتر، القرنفل، بزاف. داكشي خلطوا ليا وعصروا ليا. من الافضل هاد الزيت هذا زوين وعنده بزاف ديال الفوائد، تقدري بلا وصفات تقدري ديريه. ما متوفرش عندك ممكن ديري غير زيت الزيتون او زيت اللوز، اي زيت متوفر عندك. مهم قبل ما ديري الحنه لشعرك كدهني شعرك مزيان حتى كيشربها. عاد ممكن تستعملي وصفات ديال الحنه. هاد الطريقه قليل اللي عارفها، الاغلبيه كيديروا الزيت مع الوصفه. ما يمكنش. انا دابا خليت لكم هاد لا فيديو هذا باش تقداو هاد الاعشاب. مع تقدايهم دخلي عندي الفيديو جاي شوفي الطريقه من الاول للاخر، وغادي نوريكم حتى لي برودوي باش غادي تغسلوا شعركم باش ما ينشفش ليكم. هاد الطريقه هذه البنات خطيره، وهاد الوصفه هذه راها فعاله.